واحترام الندوات والملتقيات الوطنية في مختلف مناطق المدينة لبيان ما تحمله خطة من مخاطر عن الشعبية الفلسطينية. كلمة حزب الوحدة الشعبية المناطق الفلسطينية قصيدة منها الدكتور سعيد رياض. كل الشكر لكم أنتم، ولا أخفيكم أني من واقع هذا اللقاء يعني تأملت حالنا وحال هذه الثلة الكريمة وهي تنصت لنشيد موطني، كم كان تأثر هذا الجمع بهذا النشيد العربي الذي يكرس انتماءنا جميعا لهذه الأمة ووحدتها وحقها بالحياة. ومن واقع شهر آذار حيث المناسبات المتعددة أكثر من مناسبة لها دلالتها ولها معناها. عيد المرأة، عيد تحييه كل القوى التقدمية الطامحة لكي تتحرر المرأة من قيود الاستغلال. ويوم الكرامة، ذاك اليوم الذي تجسدت فيه إرادة المقاومين جيشا ومقاتلين في مواجهة العدو، وانتصرت إرادة القتال حينما توفر. ويوم الأرض، ولأن هذه المناسبات الثلاثة لها من دلالتها النضالية والكفاحية، فإننا نتحدث اليوم عن خطة خطيرة بكل ما تعنيه معنى كلمة الخطيرة. هذه الخطة التي تعرف اليوم بخطة كيري نسبة إلى وزير الخارجية الأمريكية التي وضعها. هذه الإدارة التي انشغلت 6 جولات من أجل أن يعيد الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي إلى التفاوض. وفي الجولة العاشرة بدأت تظهر ملامح خطته. هذه الخطة نتساءل بيننا، هل هي تسوية للقضية الفلسطينية أم تصفية للقضية الفلسطينية؟ ولماذا يلف الغموض هذه الخطة؟ أغلب الظن والاعتقاد أن هذه الإدارة تدرك أنها إن تكشفت ملامح هذه الخطة بشكل واضح فإن الألغام ستنفجر في طريق هذه الخطة وتعطل مسيرتها. لهذا السبب يمارس الطرف الأمريكي والأطراف العربية والإسرائيلية والفلسطينية التكتم الشديد حتى يفاجئوا القوى الشعبية، القوى الحريصة على مستقبل الأمة والقضية الفلسطينية بخطتهم وبخداعهم. ترى هذه هي الملاحظة الأولى. والملاحظة الثانية، لماذا هذا الإصرار الأمريكي على تحقيق هذه الخطة وفي هذه الفترة الزمنية؟ قبل أن نتحدث عن الظروف المواتية في هذه اللحظة لابد أن نشير على أن الإدارات الأمريكية منذ أن قام الكيان الصهيوني على أرض فلسطين كانت كل إدارة لها مبادرتها لتصفية القضية الفلسطينية. كانوا يريدون مسألتين: المسألة الأولى ضمان أمن هذا الكيان، والمسألة الثانية كانوا يسعون بدأب إلى دفع الطرف العربي خطوة إلى الأمام على طريق تغيير مفهومنا للصراع. حاولوا أن يغيروا مفهومنا ورؤيتنا للصراع، وهذا تجسد لو دققنا منذ عام 67
أصبح مفهوم الصراع البحث عن إزالة آثار العدوان. وبعد عام 73 ظهر مؤتمر جنيف، وبعد حصار بيروت ظهرت مبادرة ريغان التي تبناها الأمير فهد، والتي أقرتها القمة العربية التي انعقدت في فاس. وبعد حرب الخليج الثانية نجحت إدارة بوش الأولى بجلب الحكام العرب إلى مؤتمر مدريد، وأسسوا للقاء عربي إسرائيلي ودولي للبحث عن تصفية للقضية الفلسطينية. منذ تلك اللحظة كان التحول الكبير في رؤيتنا نحن كعرب وكفلسطينيين في نظرتنا للصراع. هذا هو الأخطر والأهم في مسيرة المواجهة مع الكيان الصهيوني. تحول من مشروع صهيوني استعماري استيطاني في مواجهة مشروع نهضوي عربي التناقض بينهم تناقضا تناحريا لا يمكن الفكاك إلا بالقضاء عليه. بدأنا نتعامل مع الكيان الصهيوني كحقيقة واقعة، وأصبح الصراع بيننا صراعا على الحدود وعلى بعض القضايا الجزئية. وهنا ندرك التحول في مفهوم. نحن غيرنا في نظرتنا للعدو، بدأنا نتعامل معه كأن الصهيونية ليست حركة استعمارية بل حركة تحرر قومي. تعاملنا كأننا أمام دولتين. بالمقابل العدو لم يغير من مفهومه بالصراع. المسألة في هذا المجال قد تكون طويلة، ولكن أحببت أن أشير إلى هذا التحول الكبير في مفهومنا للصراع. هذا طبعا له إجابة ماذا هو مطلوب منا. القضية الثانية، لماذا تصر الإدارة الأمريكية وبشكل كبير جدا على إنجاز التسوية في هذه اللحظة الزمنية؟ هي تدرك أن الظرف على المستوى الفلسطيني يكاد يكون مواتي لها، أن الحالة الفلسطينية منقسمة. هذا الانقسام ليس مجرد انقساما فرديا، هذا الانقسام يؤثر على وحدة القرار الفلسطيني، على وحدة الموقف الفلسطيني، على وحدة المواجهة الفلسطينية. وبالتالي الذي يجري الآن فيه من الخطورة، لأنك تشعر أنه لا توجد مرجعية واحدة للشعب الفلسطيني، ولا توجد قيادة واحدة للشعب الفلسطيني يمكن لها أن تحدد موقفها من هذا الذي يجري. المسألة الثانية على المستوى العربي، تدرك الإدارة الأمريكية أن الاحتراب الداخلي الذي نجحت في خلقه للعديد من الأقطار العربية، وهذه الفوضى التي تعيشها الأقطار العربية، وهذا الانشغال الذي تنشغل فيه القوى الشعبية العربية في حالها ومشاكلها وظروفها، هو فرصة ملائمة للإدارة الأمريكية لإغلاق الملف الفلسطيني، خاصة وأنها هي تسعى أصلا حتى نفهم ما يجري في منطقتنا العربية. تسعى الإدارة الأمريكية إلى إعادة رسم الجغرافيا السياسية للأقطار العربية. هذا الرسم الذي كما تحدثنا عنه كثيرا أنه يريد تفتيت هذه الأقطار العربية مرة أخرى على أسس إثنية وطائفية وعرقية تتسيد فيها الدولة الإسرائيلية اليهودية كما تريدها أمريكا. وهذا البرنامج لا يتحقق إلا إذا تم إغلاق الملف الفلسطيني. النقطة الثالثة، الإدارة الأمريكية تسارع في فرض رؤيتها والرؤية الصهيونية على الحل للقضية الفلسطينية، لأنها تدرك أن الإقليم يشهد تغييرات كبيرة جدا على مستوى تطور واقع القوى الإقليمية، بمعنى هناك قوى إقليمية صاعدة بدأت تأخذ دورة بسبب حالة الاحتدام على المستوى الإقليمي
وهنا أتحدث عن مسألتين هامتين. المسألة الأولى تنامي الدور الإيراني على مستوى الإقليم، والمسألة الأخرى صمود سوريا في مواجهة الحرب الكونية. هذين العاملين سيحدثان تغييرا كبيرا في موازين القوى. النقطة الأخرى على المستوى الدولي، تدرك الإدارة الأمريكية أن دورا متعاظما لروسيا على المستوى الدولي ينشأ منذ فترة. هذا يعني أنه سيؤسس لحالة دولية لا تسمح للولايات المتحدة الأمريكية بالتفرد في التعامل مع الملف الفلسطيني. لذلك هي تسارع الآن، خاصة بعد أن تحكمت بالملف الفلسطيني منذ بداية التسعينات حتى الآن، تسارع بكل قوة من أجل أن إنهاء هذا الحل حتى لا تتعطل خططها في منطقتنا العرب. أنا وأنا أتحدث أدرك جيدا أن هذا ليس قدرا علينا بالتأكيد، إن القوى الشعبية العربية قادرة على التصدي وبشكل قوي وفاعل ضد هذه الخطة، ولكن من المفيد أن نفهم ماذا تريد هذه الخطة وماذا تستهدف. تستهدف أولا على المستوى الفلسطيني. لاحظوا وهو يتحدث عن معنى كلمة يهودية الدولة. ماذا يعني يهودية الدولة؟ يعني القبول الفلسطيني في يهودية الدولة يعني قبولا بمشروعية المشروع الصهيوني. يعني لما نعترف نحن انه نيجي نقول ايه والله هذه دولة يهودية، نحن تلقائيا نعترف بمشروعية هذا المشروع، ونعترف بهزيمتنا امام المشروع الصهيوني. نحن قلنا انه تناقض بين المشروعين، هذه مسألة هامة. يعني هذا الاعتراف بها تلقائيا شق بحق العودة، لأنه عندما تعترف بأن هذه الدولة لليهود تصادر حق كل هذه الملايين من اللاجئين الذين يناضلون من أجل العودة إلى وطنهم. المسألة الأخرى تلقائيا تدفع الكيان الصهيوني للتعامل مع الفلسطينيين الموجودين في منطقة 48 على أنهم مجرد أقلية يمكن إخراجهم ببساطة، خاصة في بداية التسعينات تنامى نضال أهلنا في فلسطين 48 تحت المطالبة بحقوق المواطنة والاعتراف بهم كقومية موجودة بفلسطين. هذا النضال الذي رفعوا سقف وتيرته تحت دولة لمواطنيها، إسرائيل بدأت تدرك مخاطر. لذلك اللافت في النظر أن الولايات المتحدة تتبنى يهودية الدولة. المسألة الأخرى هنا سأربط بها بالأردن. الحديث عن فلسطين اللاجئين في أماكن تواجدهم، سواء كان الأردن، بلبنان، بسوريا، أو فتح أبواب الهجرة لهم إلى كندا وأستراليا. هذا ما هو مقترح للحلول. المواجهة كيف تكون؟ المواجهة لا تكون بافتعال التناقض الفلسطيني الأردني. ما دمنا ندرك أن هذا مخطط أمريكي صهيوني، يعني هذا الكلام وحدة النظام الفلسطيني الأردني في مواجهة وهزيمة هذا المشروع، لأن هذا المشروع هو الذي يستهدف إلى نقل التناقض ودفع العرب إلى الاحتراب الداخلي مرة أخرى. من هنا إن وعينا وتلمسنا بشكل جدي طبيعة الأخطار هو الذي يجب أن يدفعنا لالتقاط كيف نتعامل مع هذا العدو. حتى لا أطيل، آخر فقرة أو فكرة سأتحدث عنها. الولايات المتحدة الأمريكية هذه دولة، أنا حكيت كنت في مهرجان قلت قبل أيام في مقر الحزب، هذه دولة الشر، هي تصنف العالم شر وخير. لكن طبعا سأقول لكم أنتم تعرفون هذا الكلام، نحن كشعوب عربية ابتلينا فيها بشرها وبجرائمها. هي لا تترك شعبا هادئ يبني حياته، هي افتعلت مشكلات في فنزويلا. لماذا؟
لأن فنزويلا بلد يريد أن يعيش بسلام وأمان ويوفر العدالة الاجتماعية والاقتصادية لأبنائه، لذلك راحت تخلق مشكلات هي افتعلت في أوكرانيا. هي نفس الدولة الشريرة التي استهدفت العراق تحت شعارات كاذبة بددها وكشفها وفضحها الواقع. هي نفسها التي تتدخل الآن بسوريا عبر عملائها، تستهدف وحدة الدولة السورية وتستهدف دور الدولة السورية. من هنا يجب أن نعيد النظر في كل نظرتنا للصراع، من أن صراعنا ستبقى أمريكا كما قالها كلمة المرحوم الدكتور جورج حبش رأس الحية. صراع عن الكيان الصهيوني ولا نبدل. وصدقوني أن الأنظمة الرجعية العربية لا تختلف بتاتا في تحالفها مع هذه الدول كقوى معادية للنضال العربي التقدمي، ولكن الجماهير العربية هي التي ستنتصر معا وسويا سنناضل من أجل تحرير هذا الوطن وبناء وحدة هذه الأمة، وسندحر كل الغزاة عن أرضنا. المجد للشهداء والتحية للمدافعين عن أهداف الأمة، والسلام عليكم. ولما كانت النقابات المهنية جزءا مهما من مؤسسات المجتمع الأردني المدني ومكونا أساسيا من مكونات الحياة السياسية، فقد لعبت النقابات المهنية دورا نخبويا وشعبيا في النشاطات الوطنية كمقاومة التطبيع مع العدو الصهيوني ودعم الشعبين الفلسطيني والعراقي في مقاومة المحتل الأجنبي. كلمة النقابات المهنية يلقيها الدكتور هاني طرابي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا العربي الكريم. الحضور الكريم، السلام عليكم وأسعد الله مساءكم. نلتقي نحن الفعاليات الشعبية والحزبية والنقابية الشعبية والحزبية والنقابية لإسماع الصوت ونقول لا لمشروع كيري، لا لتصفية القضية الفلسطينية، ونعم للوحدة الوطنية. أما الآيتين التي علينا قولها فنحن نرى أنهما في غير موضعهما. لماذا؟ لأن ما يسمى بمشروع كيري وفي رواية أخرى مبادرة هو أو هي وهم انشغلنا وأشغلنا، وحتى وإن كان حقيقيا فليس هو بالأمر الجديد علينا، ولا يستحق منا كل هذا العناء، لأنه بالتالي يمثل جزئية تكاد تصل في قياسها إلى حد النانو ضمن جزيئات يحاولون إغراقنا فيها لكي نتوه عن الأصل. وأما ما يتعلق بتصفية القضية الفلسطينية فهذا أمر ناتج أو تابع للجزيئات
يريد إرهابنا أو يراد به إرهابنا بأنه إذا تحقق الأول فحتميتها الثانية. نحن لا نعترف بكيري ولا من يمثل، ولا نعتقد أن أولويتنا الآن كيري أو ما يصدر عنه. الأولوية كانت وما زالت مواجهة المشروع الصهيوني الأمريكي برمته، واعتبار كل ما يصدر من مشاريع ومحاولات ومبادرات هي محاولات لتشتيت الجهد وبث بذور الخلاف والتركيز على الفروع. وقد مر علينا مشاريع ومبادرات منذ سنين الصراع من مشاريع آلون وسيسكو وروجرز، مدريد، أوسلو إلى آخره. وعندما نقول المشروع الصهيوني الأمريكي فهو مشروع واحد لا يمكن العمل أو لا يمكن الفصل بين ركنين إلا بإسقاط صيغة الاستيطان عليه ليصبح أكثر دقة مشروع صهيوني استيطاني أمريكي، أي استيطان فلسطين من قبل الصهاينة هو مشروع أمريكي. واسمحوا لي هنا أن أذكر بحقيقة اكتشفها المؤرخ الدكتور عبد الكريم غرايبي الذي رحل عنه قبل أسابيع من خلال تدقيقه في الوثائق الأمريكية والبريطانية، مفادها أن وعد بلفور تمت صياغته والموافقة عليه في واشنطن أولا، ومن ثم أرسل إلى لندن لكي يتم الإعلان عنه. بقي أن نقول شيئا عن الوحدة الوطنية. هو شعار حق يراد به باطل عند رفعه. لماذا؟ لأن الوحدة أو التعايش بين أبناء هذه المنطقة الممتدة من البحر غربا إلى سيف الصحراء شرقا هو أسلوب حياة. كانوا يعبرون النهر المقدس في كلا الاتجاهين دون الشعور بانتقالهم من بلد إلى آخر. وعندما يصبح هذا التعايش شعارا ومطلبا للتحقيق فكأنما هو غير موجود ونحن نطالب بتحقيقه. اتركوا الناس تتعايش فيما بينها، لأن تذكيرهم بأن أسلوب حياتهم مفقود ونحن من نريد استعادته. وأكاد أجزم أنه مفقود فقط بين عدد من يسمون أنفسهم بالمثقفين والسياسيين، كما أنه أصبح أداة في أيدي الأجهزة والأنظمة ترفعه لكي توحي للناس بأنهم مقسومين. خلاصة القول إننا في ظل الظروف التي عشناها ونعيشها أصبحنا لا نملك طرف الاختلاف ولا التناحر ولا إطلاق التسميات على أنفسنا وغيرنا. هناك خطر داهم يتمثل فيما أسميناه المشروع الصهيوني الاستيطاني الأمريكي، وهو يمثل خط مواجهة بين من هم مع هذا المشروع ومن هم في مواجهته. وهؤلاء الذين يعتبرون أنفسهم طليعة الأمة والمفروض نحن منهم، علينا بناء مرجعية وطنية تحمل طموحات الأمة لا الأنظمة، وتعمل على كسب ثقة الشعب لكي يسير معها من أجل انتصار المشروع النهضة العربي النقيض للمشروع الصهيوني الاستيطاني الأمريكي. والسلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على الشهداء، سلام على شهداء فلسطين والأردن
والأمة العربية والإنسانية من قبية إلى السبوع. سلام على شهداء الجيش العربي الأردني من باب الولاية إلى الكرامة. سلام على شهداء فلسطين في القسطر ودير ياسين. سلام على أبطال الجيش العراقي في جنين. سلام على شهداء المقاومة الوطنية اللبنانية. وسلام على شهداء الجيش العربي السوري المدافع عن العروبة وقلب العروبة النهضة. الرفيقات والرفاق والإخوة، إن أمتنا تتعرض لهجمة شرسة هدفها حرب البوصلة عن فلسطين وخلق عدو مزيف خدمة للإمبريالية والصهيونية بهدف نهب الثروات وإبقاء الكيان الصهيوني هو الأقوى، السيادة للكيان الصهيوني والبترول والثروات لأمريكا. ولم ننسى العدوان الإمبريالي على ليبيا حيث قتل الناتو أكثر من 100,000 مواطن وأشعل الأرض الليبية على مدى مساحات ليبيا تحت إشراف الصهيوني برنارد ليفي. برنارد ليفي الذي يقود الآن الذي قاد ما يسمى بالثورة الليبية، نراه الآن يخطب بالعصابات في أوكرانيا. هذا الربيع الصهيوني ربيع متعدد الجنسيات من أوكرانيا إلى كاراكاس. إنها الفوضى الخلاقة التي تجتاح العالم وعالمنا العربي، من تفجيرات بغداد إلى دمشق إلى بيروت وطرابلس إلى أرض الكنانة إلى ليبيا وتونس واليمن الذي تحلم الإمبريالية بتقسيمه إلى 6 أجزاء. إنه استمرار سايكس بيكو إلى شرق أوسط جديد الذي حطم على أيدي أبطال المقاومة الوطنية اللبنانية عام 2006 و2008 حطم على أيدي المقاومة الوطنية الفلسطينية. ويطل علينا كيل هذه الأيام بخطته التي كشفها مارتن أندي في لقاء مع الجنود الصهيوني في أمريكا أبرز محطاتها. الخطة التي تتلخص في الأمور التالية: في مقدمتها إلغاء حق العودة نهائيا واستبداله بتهجير الفلسطينيين إلى كندا وأستراليا وتوطينهم بالشتات. وكذلك ينص على أن القدس عاصمة بين قوسين إسرائيل وعاصمة فلسطين خارج القدس التاريخية. كما ينص أن تكون فلسطين منزوعة السلاح ويحق لإسرائيل استخدام فضائها الجوي كما تشاء دون أن يكون للفلسطينيين نفس الحق، ووضع قوات أمنية في الأقوال، وسيتم الاعتراف بهوية دولة إسرائيل، الأمر الذي يهدد عرض من أرمين على أرضهم ووطنهم. إن هذه المحاولات الاستفادة من الظروف السائدة في البلاد العربية وفي مقدمتها ضعف الوضع الفلسطيني الذي يعاني انقساما خطيرا والتآمر على حق العودة من خلال الهجوم على المخيمات الفلسطينية في سوريا وتهجيرهم وإضافة معاناة إلى معاناتهم، وتجلى ذلك في مخيم يرموك رمز العودة. النكير وإدارته الأمريكية تهدف إلى حماية إسرائيل ومصالح الولايات المتحدة الأمريكية، وستحول الصراع من صراع فلسطيني عربي مقابل الصهاينة إلى صراع فلسطيني وعربي فلسطيني، الأمر الذي إنشاء له إشاعة الفوضى في المنطقة العربية، وبالتالي إيجاد شرق أوسط جديد باستخدام الفوضى الخلاقة التي تؤدي إلى تعزيز دور إسرائيل في المنطقة وإبقاء على النفوذ الأمريكي واستمرار خضوع العرب لنهج الإمبريالية وارتباطه بمراكز الرأسمالية العالمية. الرفيقات والرفاق والأخوة،
إن الوحدة الوطنية الضمان الأكيد في جميع الأوقات للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة والأردن حرا سعيدا مستقرا. ومن هنا ندعو جميع المواطنين لتوحيد صفوفهم وأنشطتهم لتكريس الوحدة الوطنية، ونحيي كل رافض للوطن البديل وكل من يقف مع حق العودة، ونقول بأعلى صوتنا: الأردن هو الأردن، وفلسطين هي فلسطين، ولا بديل عن فلسطين إلا فلسطين. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل. عاش الأردن حرا سعيدا مستقرا، عاشت فلسطين حرة عربية مستقلة ذات السيادة وعاصمة القدس. كما هي فلسطين لأهل فلسطين، فإن فلسطين أرض عربية لكل العرب. لقد كانت وما زالت قضيتهم المركزية الأولى، ولهذا كان الصراع ما زال مع الكيان الصهيوني هو صراع وجود لا صراع حدود. كلمة التجمع القومي يلقيها الدكتور أحمد هاجون البلد. وأقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبناء إربد الأبية يا توأم مدينة نابلس ويافا وكل المدن الفلسطينية، يا من امتزج فيها أبناء الوطن الواحد من غربه وشرقه إلى جنوبه وشماله، حتى أصبحت المدينة التي تشكل القوات السلطة والحقيقية لأي مشروع وطني محتوي عربي. فقد رفضت إربد الحركة الوطنية الأردنية بخيرة أبنائها، وكانوا الرواد الوطنيين العربيين في الدفاع والتصدي للهجمة الصهيونية على فلسطين. باسمكم جميعا وباسم كل الشرفاء في هذا الوطن نطالب شعبنا بالوقوف بحزم لرفض ما يسمى مشروع كيري الذي يدل علينا في هذه الأيام بهدف تصفية القضية الفلسطينية وضرب الوحدة الوطنية. مطلوب منا الآن رص الصفوف وتمثيل الجبهة الداخلية حتى نستطيع إسقاط هذا المشروع التصفوي الفتوي. إن صراعنا مع العدو الإسرائيلي هو صراع وجود لا صراع حدود، ولن ينتهي الصراع إلا بزوال هذا الكيان الغاصب، وكل ما أخذ بالقوة لا يسترد بغير القوة. في هذا الوقت العصيب وهذا الضعف الذي تمر به أمتنا العربية والتي تدمر فيها الأوطان وتنهب مقدرات الأمة وتضرب الجيوش التي هي سياج الوطن وتستنزف في معارك مخطط لها من أعداء الأمة، لا يستفيد منها إلا العدو الصهيوني، هذا العدو الذي لا يألو جهدا في العمل على تغيير مشروعه في منطقتنا العربية بتقسيمها وتفتيتها على أسس طائفية وعرقية لإبقاء السيطرة والهيمنة لدولة الكيان القاصم، لتثبيت الاحتلال للأرض العربية لعقود قادمة مع السيطرة الاقتصادية على باقي الأرض العربية. فهذا المشروع هو مكمل لسايكس بيكو الذي استمر 100 عام في خدمة المشروع الاستعماري في المنطقة العربية، والآن يخططون بهذا المشروع التصفوي أن تمتد السيطرة ل100 عام أخرى. فهم بدأوا بالعراق وفككوا جيشه، وفي ليبيا عملوا على تدميرها وجيشها ومقدراتها، وها هم يستنزفون الجيوش العربية تباعا في سوريا ومصر والسودان واليمن وكل الأرض العربية. هذه الظروف وهذا الهوان الذي تمر فيه الأمة مع الانقسام الحاصل بين الضفة والقطاع
بين فتح وحماس أطل علينا كيري بمشروعه الآن في الذكر، والكل منا يعرف ما هو مشروع كيري. يبدأ بيهودية الدولة وإلغاء حق العودة وإبقاء القدس عاصمة أبدية لدولة الكيان الغاصب، وينتهي بإبقاء جيش العدو على حدود الأردن مع فتح باب الهجرة للفلسطينيين لكندا وأستراليا وتفضيل الباقي حيث هم. من هنا بدأ الحديث عن المؤامرة على الأردن والأردنيين بإثارة موضوع التوطين وعدد السكان وأصولهم. إنه موضوع فتنة ومؤامرة سياسية خطيرة جدا في مؤداها وأهدافها وتوقيتها، وهي مؤامرة يتطلب من الجميع التصدي لها ولكل عناصرها حماية لأمن واستقرار الوطن وحفاظا على وحدتنا الوطنية التي هي الدرع المتين الذي سيتحطم عليه مشروع كيري. إنما يشاع من هذه الأقاويل أنتجته المؤسسات الأمريكية لعام 1994 لأهداف سياسية خدمة لإسرائيل من أجل نقل الصراع إلى أرض خارج فلسطين وإحداث حالة جدل تشتت ذهن الفلسطينيين والعرب عن جوهر الصراع الحقيقي وحقوق الشعب العربي الفلسطيني في أرضه. إن الشراكة الوطنية والقومية والإسلامية بين كافة مكونات الشعب العربي الأردني لا يمكن أن تقبل بأي تيارات تحاول أن تدس بيننا تحت أي عنوان أو مسمى وبأي ذريعة كانت. ولفلسطين نقول إن الشعب العربي الأردني بكل قواه الحية وبكل مكوناته يقف صفا واحدا من أجل تحرير فلسطين، كل فلسطين، لأن القضية الفلسطينية هي قضيته الأولى وقضية العرب المركزية، وإن فلسطين لأهلها، وأنه مهما طال الاحتلال فهم عائدون منتصرون بإذن الله. ونستذكر هنا قوافل الشهداء من الجيش العربي الأردني الذين قضوا من أجل تراب فلسطين. السيدات والسادة الكرام، من هذا المنبر الحر لمجمع النقابات المهنية في محافظة إربد نطالب من أجل إسقاط مشروع كيري وحماية لنسيجنا الوطني بما هو آت. أولا، إبقاء بوصلة النضال والتحرير متجهة إلى فلسطين، وإن كل بوصلة بغير اتجاه فلسطين مرفوضة. ثانيا، تمثيل الجبهة الداخلية وتعزيز الوحدة الوطنية برفض كل المقولات عن إثارة فزاعة الوطن البديل والتوطين. ثالثا، الرفض الشعبي والرسمي لمشروع كيري لما ينطوي عليه من مخاطر على الأمن الوطني والقومي. رابعا، مطالبة الفصائل الفلسطينية بالتوحد ونبذ الانقسام بين غزة والقطاع، بين غزة والضفة. خامسا، العمل الجاد الشعبي والرسمي من أجل وقف العنف والإرهاب الدائر في سوريا وإجراء المصالحة بين أبناء الشعب العربي السوري. سادسا، مطالبة السلطة التنفيذية بإلغاء معاهدة وادي عربة وطرد السفير الإسرائيلي. سابعا، جعل الهويات الفرعية الطريق الآمن والمعبد بالانتماء الحقيقي للوطن للوصول للهوية الجامعة بالأمة. ثامنا، أن نعلم أبناءنا بأنه لا خوف على الأردن، فتحرير فلسطين سيكون من أرض الحشد والرباط. وفي الختام باسمكم جميعا وباسم التجمع القومي العربي في الأردن نثمن موقف مجلس النواب الأردني في قراره طرد السفير الإسرائيلي من عمان وسحب السفير الأردني من تل أبيب، كما نطالب الحكومة بتنفيذ هذا القرار بالسرعة القصوى لينسجم الموقف الرسمي المتمثل بالحكومة مع الموقف الشعبي المتمثل بمجلس النواب. عاش الأردن حرا عربيا آمنا مستقرا، عاشت فلسطين حرة عربية. المجد والخلود لشهداء الأمة والسلام عليكم. شكرا دكتور أحمد. قبل أن ننهي مواجهنا أتقدم لكم بالاعتذار عن عدم حضور كل من النائب ياسر سعدي، الأستاذ سردي عفوا، والأستاذ صلاح أبولاوي لانشغال الخاصة. بعض المنعطفات قاسية لكنها إجبارية في مواصلة الطريق، فالطريق طويل ووعر وحسير
والموت على جانبيه، ولكننا سنسير إلى الأمام بكم ومعكم